عشان اطلع اتكلم عن النجاح لازم اكون نجحت في حاجه، وعشان اكون نجحت في حاجه لازم اكون اتعلمت مهارات، وعشان اكون اتعلمت مهارات لازم اكون استغليت وقتي في شيء مفيد، والشيء المفيد ده واللي هو التعلم. النجاح ده حاجه بتكون مشتركه ما بين اشخاص معينه، فانا طالع النهارده بالفيديو ده اقول لك ايه النقاط الاساسيه المفروض ان هي تكون عند اي شخص ناجح علشان يكون شخص من التوب 10% من ال 10%، مش 5%. طيب ماشي، تابع معايا لاخر الفيديو علشان النقاط مرتبطه ببعض، والنقطه الاخيره مهمه لان هي نقطه فاصله ما بين كل النقط. النهارده هكلمك على اهم 5 نقاط مشتركه ما بين اي شخص ناجح. وخلي بالك النجاح نسبي، يعني ممكن انت تكون شخص ناجح في مهاره معينه غيرك ناجح في مهاره مختلفه خالص، فاوعى قبل ما نبدا الفيديو تقعد تقارن نفسك باي شخص تاني، لان دايما لو قارنت نفسك فانت هتطلع الخسران. دايما تقارن نفسك بنفسك، امبارح انت كنت ازاي والنهارده بقيت ازاي. دي اهم مقارنه انت ممكن تعملها في حياتك. اهم 5 نقط اساسيه بتكون عند اي شخص ناجح، يعني انت لو بصيت كده لاي شخص من الاشخاص الناجحين هتعرف ان الشخص ده ناجح فعنده نقطه 2 3 النقاط دول موجوده عنده، وهكذا الشخص ده وهكذا الشخص ده، دول اشخاص ناجحه. ايه هما النقاط دي؟ اول نقطه هكلمك عنها واللي هي الوضوح. الوضوح يعني الكلاريتي. الكلاريتي ده يعني انت شخص لازم تكون صريح مع نفسك. قبل ما تكون صريح مع اي شخص تاني لازم تكون محدد نفسك، لازم تكون عارف انت شخص رايح فين، طريقك نهايته اخرته ايه، رسالتك اللي انت عايش عشان تأديها في حياتك عباره عن ايه. لازم تسال نفسك شويه اسئله. انت ايه هدفك؟ الهدف ده محتاج منك وقت قد ايه؟ طب انت ناوي انك تستغل وانك تدوس على نفسك عشان تحقق الهدف ده، ولا لما تمشي في الطريق شويه وتحس نفسك ان انت تعبت فهتقعد تستريح كده وتقول لا انا مش ناوي اكمل؟ ما ينفعش. فانت لما تحط نفسك في الزوم بتاع الاسئله ده هتحس ان انت بدات تعرف نفسك اكتر. فانت هما شخصين، انت ونفسك، لازم تقعدوا مع بعض كتير، لازم تقعد مع بعض كتير. هو السولو ده. لازم تقعد مع نفسك كتير وتتعرف على نفسك اكتر. كل ما اتعرفت على نفسك اكتر كل ما نقطه الوضوح او الكلاريتي بدات تظهر معاك اكتر. ليه انا اتكلمت على النقطه دي اول نقطه؟ لان انت لما تعرف الطريق اللي انت رايحه فين فحتما ولا بد ان انت تمشي في الطريق الصح. انت عارف نهايته، هتقعد في شويه ريست هتقعدهم، تشرب كوبايه قهوه، في وقعات هتحصل لك، بس انت كل لما يحصل لك حاجه هتقوم تاني. ليه؟ لان انت عارف النهايه اللي انت رايح لها فين. الوضوح من اهم النقاط. تاني نقطه معانا واللي هي الثقه. طبعا انا لما اكلمك على الثقه كتير شفنا على السوشيال ميديا ناس تتكلم على الثقه وتقول لك ايه الثقه، خليك واثق من نفسك، تقدر تعمل كل حاجه، خليك لما تقف هنا ولا تقف هناك، خليك شخص بريمو، خليك شخص رافع راسك، ولما تسلم على حد انشف عليه. كل الكلام ده عارفينه في الثقه، بلا بلا بلا، حاجات كتير بقى. بس انا عايز اكلمك على الثقه في نقطه يعني ممكن هي تكون بالنسبه لي من اهم النقاط في الثقه، هي الثقه في اتخاذ قرارات. لازم تكون عندك ان انت لما تاخد قرار وان انت تشارك القرار ده كمان مع ناس تانية هيحصل اختلافات كتير في القرار اللي انت اتخذته ده. اذا انت دماغك اكيد غير دماغ اللي انت هتقعد معاه، او غير دماغ زمايلك، او غير دماغ عيلتك، او غير دماغ اخوك حتى، فانت لما تيجي تتناقش في القرار اللي انت خدته ده مع اي حد تاني هتلاقي اراء مختلفه. في اللي هيشجعك في الراي، في اللي هيقول لك انت بتتكلم في ايه. وليكن مثلا كمثال لما تيجي تقول انا فكرت ان انا افتح شركه، او فكرت ان انا ابقى مدير معين، او فكرت، هتقول فكره كبيره. من كتر الخضه بتاعت الفكره لما تيجي ترشحها او تشاركها او تستشير فيها اي حد جنبك هيقول لك يا عم انت تفكر في ايه، انت الموضوع ده كبير عليك، او الموضوع ده في حد غيرك عمله، او الموضوع ده ممكن يحتاج معاك وقت فهتضيع وقت كتير على الفاضي وممكن في الاخر تفشل فيه. بس لو وقفت هنا نقطه واخدت قرار مع نفسك ان انت هتبدا في الطريق ده وان انت عارف نهايته ان شاء الله هيكون نجاح، فانت اخدت القرار وكنت واثق في قرارك، فالموضوع ده ممكن ياخدك في مفترقين. المفترق اللي انت ممكن تلاقي نفسك في الاخر ما خدتش القرار ده وندمت عليه بعد فتره، والمفترق الثاني ان انت ممكن تروح تاخد القرار ده وتنجح فيه، ولو ما نجحتش فيه فانت اكيد هتلاقي نفسك ان انت اكتسبت خبره عمرك ما كنت تكتسبها لو ما كنتش اخدت الطريق ده. فالثقه من النقاط المهمه مع الوضوح. ويليها النقطه الثالثه وهي الالتزام. لازم تكون شخص ملتزم، ديسيبلين. الالتزام بتعني الاستمراريه. ليه انا اتكلمت على نقطه الالتزام وعايز اتكلم عليها يعني اركز عليها من اكتر النقاط اللي حبيتها، لان انا شخص عشرت اليوتيوب كتير وهي الحاجه الوحيده اللي كانت فوكس قدامي مركز عليها اكتر حاجه، هو كان معلمي في معظم الوقت اليوتيوب. فكنت بتفرج على الناس دي بتبدا قنوات من الصفر، تبدا تنزل فيديوهات، بلاقي الفيديوهات في الاول الكواليتي بتاعتها او الجوده بتاعت الفيديوهات مش قد كده، الفيديو الثاني
يتطور شويه، الفيديو الثالث الرابع الخامس العاشر. فانا بلاحظ مع الوقت ده ومرور السنين ان الشخص ده بدأ من فين ووصل لفين، بقى عنده ملايين المشتركين. فالاشخاص دي اول ما بدأت معاهم لغايه ما وصلت، هم ما كانش عندهم غير حاجه واحده هي اللي خلتهم ينجحوا، وهي الالتزام والانضباط والاستمراريه. الالتزام بيندرج تحتها الحاجات دي، او هي نفسها الانضباط والاستمراريه. بس هم عشان استمروا، وكان بيتعب انه يعمل سكريبت، وكان بيتعب انه يعمل مونتاج، وكان بيتعب انه يصور فيديو والفيديو يبوظ معاه ويصور فيديو تاني، كان بيتعب لما بيلاقي اراء سلبيه او كومنتات، انت بتعمل ايه يا عم، انت اصلا مش ناجح، بتتكلم عن النجاح. وليكن ممكن انا انزل الفيديو ده الاقي حد جاي لي بيقول لي انت بتتكلم على 10% ليه؟ انت عملت ايه في حياتك عشان تكون شخص ناجح؟ فدي من الحاجات اللي انا ممكن لما احطها في دماغي اقول لا انا صحيح انا بعمل فيديو عن الناس الناجحه ليه؟ انا قلت لك ان انا في اول الفيديو ان انا شخص نجحت في حاجه، فانا طالع اشارك نجاحاتي وايه هي النقاط اللي انا شفتها مشتركه ما بين الاشخاص الناجحين، ان هي لازم تكون عندك عشان تضم نفسك للزون او الجروب بتاع الاشخاص الناجحين. فلازم يكون شخص ملتزم، عشان انت لو شخص مش ملتزم وعندك مهارات كتيره وصفات كتيره حلوه وممكن تخليك شخص ناجح من غير الالتزام، انا بقول لك هم مالهمش لازمه. التنظيم ده شيء اساسي جنب النقاط دي كلها، لان انت لما تكون شخص ملتزم النقطه اللي قبليها، فانت هيكون عندك حاجات كتير تعملها. زي ما احنا قلنا كمثال اللي فات، اليوتيوبر او الشخص اللي بيعمل محتوى محتاج انه يعمل سكريبت، محتاج انه يصور الفيديو، محتاج انه يعمل مونتاج. فلازم يكون عندك تصور لكل الحاجات دي، لازم يكون معاك، مش هقول لك ورقه وقلم، وليكن انت لازم تنظم الكلام ده في دماغك. حتى طب انا المفروض ان انا اعمل سكريبت الاول ولا المفروض اصور الاول؟ طبيعي في ترتيب اولويات، فالتنظيم هيرتب لك اولوياتك، والتنظيم هيخلي حياتك رتمها افضل، التنظيم هيخليك تستمتع بالانجازات اللي انت عملتها، التنظيم هيخليك بتحس بان انت عملت انجازات ملموسه. فلازم تكون منظم، لان انت من غير التنظيم هتحس فيه شخبطه شربكه في دماغك كده. بالتنظيم كل الشربكه والشخبطه اللي في دماغك دي هتتحل بانك تنظم اولوياتك. وخلي بالك نقطه مهمه، ان انت تعرف اولوياتك، دي شيء مهم جدا، لان انت ممكن تعمل حاجه اولويتها نسبتها قليله، ممكن تكون عندك حاجه ثانيه اولويتها عاليه، هتفضل اللي اولويتها قليله عن اللي اولويتها عاليه. فانت المفروض تعرف ايه الاولويه الاهم لكل الحاجات اللي انت بتعملها، او لكل التاسكس او المهام اللي عندك يوميا. خامس حاجه واخيرا وهي استمراريه التعلم. لازم يكون عندك قابليه التعلم. كمثال بسيط، انت كشخص دلوقتي بتعمل محتوى على اليوتيوب، انا خلوني ادي امثله في الحته اللي انا عارفها. مثال ان انت لما تكون شخص على اليوتيوب من 7 سنين ومستمر في المحتوى، استمراريتك في المحتوى شيء جميل، وعندك مشتركين وعمال بتنزل فيديوهات في المجال بتاعك. بس انت لو فضلت مستمر بدون تطور وبدون تعلم، فانت هيفوتك كتير في المحطات اللي وقفت وانت عمال تستمر في المحتوى بتاعك. لان احنا كمثال بسيط في الفتره الاخيره دي حصل حاجات في التكنولوجيا، الاي اي، تشات جي بي تي، فيسبوك عمال بيتطور، الانستجرام عمال بيتطور، اليوتيوب بيغير من شكله، الناس عماله بتغير من المحتويات اللي عماله بتعملها. فانت لو ما عندكش القابليه في المرونه انك تغير ويكون عندك استمراريه في التعلم، او فكره انك تكون عارف جمله knowledge is power، ان المعرفه قوه، لازم دي تكون من النقاط الاساسيه عندك في القاموس بتاعك، علشان كل لما تعرف اكتر كل لما هتزود اصلا ثقتك في نفسك، كل لما قيمتك المجتمعيه هتزيد، كل لما انت لما يكون عندك محتوى وتدي فيه معلومات اكتر للناس، معلومات موثوقه ومعلومات مجربه، فانت الناس تسمع لك اكتر، فانت هيجي لك مشتركين اكتر. فعشان كده ما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان تتابعني، عشان نكمل فيديوهات تاني مع بعض. وقول لي برده في التعليقات ايه النقط اللي عندك اللي موجوده من النقاط دي، ولو عندك الخمسه فانت اكيد شخص دوست على نفسك وتعلمت كتير وعندك المهارات وعندك المعرفه. ولو انت ما عندكش النقط دي او عندك نقط من النقط دي، فاستمر في التعلم وهتوصل للنقط دي اكيد في يوم من الايام. وانت شخص ناجح، انا ما بقولش ان انت ما عندكش النقط دي فانت شخص فاشل، انت شخص ناجح بس ناجح في حاجات، بس الحاجات دي المفروض ان هي تكون عاده عندك يوميا، ان انت تكون بتتعلمهم، ان انت تكون بتكتسبهم، فكل الحاجات دي حاجات مكتسبه. نقطه اخيره، السيركل زون بتاعتك، ان انت تكون شخص عمال بتنزل مع صحابك اللي انت بتنزل معاهم. لو انت بتنزل مع حد مش فاهم في البيزنس وبتساله على نصيحه في البيزنس، فمش هيديك النصيحه، وغير كده ممكن يتريق عليك. فانت محتاج تعرف اولويه اشخاصك او الزون بتاعتك، الدايره اللي انت بتشارك ارائك وحياتك الشخصيه مع الناس دي. لازم يكون عندك شخص واحد او مرجع واحد، المرجع ده حتى ممكن يكون جوجل، ممكن يكون يوتيوب زي ما قلت لك، او ممكن يكون شخص انت بتحبه او هو بيحب لك المعلومات وبيحب لك الخير. تقدر تشارك الحاجات اللي في دماغك مع الشخص ده وهو هيقدر يديلك نصيحه. حاجه اخيره ونقطه اقدر اقولها لك، في نصيحه كده ساعات مع الوقت بنكون محتاجينها، بنحس النصيحه دي ان هي تافهه، بس النصيحه دي لما بناخدها من الشخص تاني بتجيلنا بمنظور مختلف. هي نصيحه احنا عارفينها، بس لما الشخص التاني بيدينا النصيحه دي بتكون بمنظور مختلف، فاحنا بنقول لنفسنا ساعه لما النصيحه دي تتقال لنا، يا هو انا ليه ما فكرتش في النصيحه دي قبل كده، او ما فكرتش في الكلام ده قبل كده ليه؟ فمهم ان انت يكون عندك القابليه في استقبال اي نصيحه، حتى في استقبالك للنقد، لان النقد ده بيكون اساسي في النجاح وبيكون بناء
احياء ليك لو انت شخص ايجابي في النظره العامه، كشخص واثق في ان انت في يوم من الايام هتوصل اللي انت عايزه. كده اقدر اقول لك ان انت ان شاء الله هتكون من الاشخاص الناجحين وتقدر تكون من التوب 10%. بس كده ما تنساش بقى تعمل اشتراك عشان تتابع الفيديوهات الجايه ان شاء الله باستمرار، وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسيب لنا تعليق قول لنا ايه النقاط اللي عندك من النقاط دي، واشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام.